صح تاني. وحد لا اله الا الله. لا ما هو انت يعني اطمئن، يعني احنا عندنا تكنولوجيا في الغش يعني، وتكنولوجيا في النصب، وتكنولوجيا مش تكنولوجيا صناعيه، لا تكنولوجيا اي كلام امريكي. ده انت اجارك الله في معامله الناس، والله اجارك الله لو عملت واحد او اديت امانه لواحد. شيء غريب يعني، تبقى مديله الامانه امبارح يقول لك ما حصلش، مالكش عندي حاجه، افتكر يقول لك يا اخي انا مش فاكر لك يا عم، انا مديها امبارح في البيت بعد صلاه الجمعه، يقول لك جل ما لقيتش. الله يا رجاله كده، انا عايزك واحد الله. وحاكم النصاب لما تكلمه تبص تلاقي له اسلوب غريب، يكلمك وكأن الدموع هتنزل من عينيه، تلاقي كلامه صنعة باينة كده. يا خالي يا خالي عايزين عرض مننا يا ابني، الله يرحمها ويحسن اليه ويجعل مسواها الجنة يا ابني، الله يرحمك ده في ده والله يا اخواني. انت لا التمثيل في تمثيل، تعرفش التلفزيون علم الناس التمثيل ازاي يعني، كل يوم فيلم ومسرحيه لغايه المعامله ما بقت كلها تمثيل. يا خالي بعت لك انت ما شفناش ابدا انها باعت. يقول له يا ابني ما هو ما رضتش تديكوا خبر عشان خاطر هي عارفه ان انا برضه لكم اولا واخيرا، واللي في البيت تطلعوا المغرب والخفيفه عليكم والثقيله علي، وبابي مفتوح لكم يا ابني. طب ادينا يا خالي 10 جنيه سلف. قول له 10 جنيه ليه يا ابني؟ هتعمل لهم ايه؟ هتعلم يعني. هو المرحوم كان متعلم، ده ابوك ما كانش بيفك خط جرينتش يا ابني، ابوك ما كانش بيعرف في خط الاستواء، ده ابوك كان بيحل الخط الكماشه يا ابني. تعلم ازاي؟ تشوف لك ورثه يا ولا. وبعدين بقى اللهجه الحنينه تتقلب بقى لصخ ونص. واحد من الناس اللي هم اصحاب العمائم الكبيره جدا، وكان وزير اوقاف ايام جمال عبد الناصر، وقال لجمال عبد الناصر يا مجري النعم ويا مبيد النقم. الله يعني حاجه يبقى فاضل ربنا ايه؟ الله يخرب بيتك يا الشيخ. حاجه غريبه يعني، حاجه غريبه قوي. تعرف يعمل ايه؟ يروح يحضر محاضره في كنيسه في شهر اغسطس اللي فات، يقوم يعمل ايه؟ يجي خالع العمه البيضاء بتاعته ملبسها للقسيس صموئيل، قسيس الخدمات، انبا الخدمات، وقالع العمه السوداء بتاعت صموئيل ويلبسها هو. وبعدين يقول ايه؟ الشيخ والقسيس قسيسان وان تشافقوا هما شيخان. يا حبيبي يا حبيبي على الشعر اللي عمال يتنطور من بقك زي بلاوط المش. يا حبيبي يا خبر اسود كده اهو، الشيخ والقسيس قسيسان، يعرف ما تحته خط يا اخويا، يعرف كده اهو على حساب العقيده، على حساب ربنا. الشيخ يبقى قسيس والقسيس يبقى شيخ، بحاجه يبقى قسيس وعمر القسيس ما يبقى شيخ، لان ربنا قال لحبيبه ومصطفاه قل يا ايها الكافرون. ده كان مرة حضر مع جمال في الحفلات اللي كانوا بيعملوها 23 يقول لي اليوم المشؤوم على البلد ده اهو. وبعدين المغرب اتدنت، وجمال لما كان يخطب اجارك الله ياخدها دايركت من مصر لباب الحديد لاسكندريه، يخطب 3 ساعات. فالمغرب راح من الشيخ والشيخ قاعد، لان جمال خطب من الساعة 6 قبل المغرب لغاية بعد العشاء الساعة 8 راح المغرب. فبيقول له يا الشيخ انت ما ممكن تصلي ليه؟ مش المغرب جوهرة فالتقطوها؟ أما لهم يجوز جمع التأخير في مثل هذه الحالة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. المهم أن أضله الله على علم وهو عالم، هو عالم يقوم يفتي بغير ما أنزل الله. راح سافر مع جمال إلى أندونيسيا في مؤتمر بندونج، وفي ناس بتسميه مؤتمر بندوينج أي كلام. وبعدين كانوا في رمضان، فجمال صام والشيخ فطر، فعشان ينافق الزعيم الاوحد يوم يكتب في مجله المصور ايه؟ افطرت وصام الرئيس. الله يخيبك. طب ودي يعني دي ينفعك عند الله؟ من تشبه بقوم حشر معه.
ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون.